شطرنج ده ولا فيلم رعب؟ في الموقف اللي قدامك ده لو تلاحظ انت دلوقتي معانا ملك ابيض وثلاث بيادق على جناح الوزير، وفي بدايين واقفين قدام بعض ما لهمش اي لازمه على مربع الجي 2 والجي 3، والوزير بتاعنا اللي هو الوزير الاسود واقف على مربع البي 8 ومعاه ملك. هنا لو تلاحظ اي واحد في الموقف ده هيقول لك ايه، الاسود بيكسب الدور بكل سهوله، وبس محتاج يخرج وزيره بس من الزاويه ويدي كشات ويوقع البيادق ديت هو والملك وخلاص هيفوز الدور بسهوله. ولكن هل الكلام ده صح؟ خلينا نشوف. طبعا الابيض النقله اللي هيبدا بيها هي بي 6 بكش في حمايه البيدق، ما يعرفش ياكل بالوزير، لازم نشوف نقلات اجباريه عشان نفوز. دلوقتي الابيض بيكسب الدور، هتقول لي ازاي بالابيض بيكسب الدور هنا؟ هقول لك دلوقتي الملك الاسود ليه نقلتين صح؟ اول نقله لو الاسود راح على مربع الدي 8 هنا انت هتديله بكل بساطه سي 7 فورك للملك وفورك للوزير، وهتاخد الوزير النقله الجايه وخلاص هتكسب الدور. النقله الثانيه المسموحه للاسود وهي كينج على السي 8، ولكن الابيض هنا عنده نقله بتخلص الدور، نقله بريليانت موف. وقف الفيديو وحاول تلاقيها، هعتبرك وقفت الفيديو. النقله هي بوم، كينج على الاي 4. ايه كينج على الاي 4 دي؟ ايه كينج على الاي 4 دي؟ انت هتلاقيك مصدوم، انت سايب الساحه وبتهرب، سايب الساحه وماشي. اقول لك لا، فكره كينج على الاي 4 ان انت بتاخد مربعات الوزير. يعني ايه بتاخد مربعات الوزير؟ يعني الوزير ده قبل ما الملك يجي على مربع الاي 4 كان قدامه ان هو يجي على المربع ده برضه، يعني الوزير كان امن انه يهرب ويجي على المربع ده ويبدا ان هو يشكل ضغط على الملك الابيض. ولكن لما الملك راح على مربع الاي 4 انت هنا مسكت مربع الوزير، والمربع ده ممسوك بالملك، المربع ده بالبيدق، ده بالبيدق، وكل المربعات ديت الوتر ده كله كده ممسوك بالبيادق والملك. طب الملك الوزير ده يروح فين؟ حتى ما يعرفش يروح هنا ولا يعرف يروح هنا بسبب البيدق، ولو راح هنا هيحصل ايه؟ هيبقى في فورك. طب دلوقتي الاسود اللي عليه الدور، قول لي دلوقتي هتلعب ايه؟ الاسود دلوقتي حرفيا ما عندوش نقل، انت حطيته تاني في زوج زوانج. يعني ايه زوج زوانج؟ يعني دلوقتي الاسود ما عندوش اي نقل، اي نقله هيلعبها هيخسر. طب تعالى نشوف الاسود ممكن يلعب ايه. البيضه ده ما يعرفش يتحرك عشان الطريق قدامه مسدود. طب الاسود هيلعب ايه؟ لو حرك وزيره راح هنا على طول فورك وهناخد الوزير النقله الجايه. طب خلاص يعني مش هيعمل كده، طب امال هيعمل ايه؟ الوزير مثلا يا عم مش هيروح هنا، ده هيطلع هنا، هتقوم واكله بالبيدق، والبيدق ده ما بيتلحقش. هتقول لي مش ممكن، يعني ممكن يطلع بالوزير اللي قدام. هقول لك عادي، ياكل بالبيدق، تاكل بالملك، اخش بالملك هنا ومعايا بيدقين خلاص وهرقي وخلاص. الابيض هنا برده بيكسب الدور. حرفيا ما فيش ولا نقله امنه بالوزير. طب ايه اللي المفروض الاسود يعمله هنا؟ طيب هقول لك خلاص الاسود ده المفروض يستسلم، لان دلوقتي حتى هتقول لي ممكن يحرك الملك. لو حرك الملك هنا هيجي على الفورك اللي احنا قلنا عليها وخلاص الملك هيتحرك، تقوم انت واخد الوزير وخلاص هنا الابيض بيكسب الدور. موقف جميل جدا ونقله رائعه جدا شفناها النهارده وهي كينج على الاي 4. فكرتها ان انت بتحط الاسود في زوجزوانج، لان دلوقتي انت خدت كل مربعات ان الوزير ممكن يتحرك فيها. حتى الوزير لما يتحرك في اي مربع بيتاكل، ما عندوش اي مربع امن. الملك لما يتحرك بيجي على فورك اجباريه، وهنا خلاص الابيض بيكسب الدور. وفعلا كان موقف رائع. قول لي بقى ايه رايك في البريليانت الرايقه دي؟